يا عيني على أحلى شيش طاووق. خلاص هو كده استوى. يا أهلا من جديد. راح أعمل معاكم شيش طاووق بنكهة تركية لذيذة. راح أستخدم شواية هوم إليك 1300 واط، تكلمنا عنها وشرحنا مميزاتها. شوفوا هنا عندي صدور دجاج مقطعة زي كده لأوصال، عندي بصل مقطع لشرايح، دبس فليفلة، وإذا ما عندك دبس فليفلة عادي استخدمي معجون طماطم، توم مهروس، زيت زيتون، حليب سائل، وممكن تستبدليه بلبن. في بعضهم كمان يحطوا لبن زبادي، بس الحليب السائل ترى ألذ وما ينحرق بسرعة في الشوي. وفي عندنا هنا بهار مشكل، بابريكا، فلفل أسود وكمون، وممكن تستخدمي كمان بهار عثماني، أي بهار أنت معتمدته في المشاوي، أو بهار مشاوي كمان. نتبل على طول. عندي هنا البصل، الثوم، دبس الفليفلة، زيت زيتون، بهاراتك والملح، بس أنا حضيف الملح آخر شيء، والحليب، ونخلط المكونات ونتركها في التتبيلة من 6 ساعات إلى ساعتين. إذا كنتي مرة مستعجلة نص ساعة، أقل من كده لا، ما أفضل. وكل ما جلست في التتبيلة حتشرب التتبيلة مرة تمام، ويطلع عندك ألذ شيش طاووق. طيب هنا عندي جهزت صوص لدهن الشيش طاووق بعد الاستواء. بعد ما تشوي راح تحتاجي ده الصوص، عبارة عن عصير ليمون، زبدة دايبة، كزبرة خضراء، بودرة ثوم، وبابريكا. بكل بساطة هذا هو الخليط. راح أقفل الغطا عليها. يا سلام. حابة تحطي الغطا عادي، تقدر انتي تقلبيها براحتك زي كده. خلاص بعد ما تأكدت انه استوى بالخليط اللي جهزته، الزبدة والكزبرة والثوم، راح أدهن زي كده، بيعطي لون ولمعة ونكهة رهيبة. من الجهتين حدهن، نقدر في الجهة الثانية كمان ندهنها بنفس الصوص. الثوم يم يم يم. وخلاص الشيش طاووق صار جاهز. ممكن كمان تشوي خضار، لحمة، اللي يناسبك. شواية تشوي خضار، لحم، سمك، جمبري، فنانة وعملية. سندوتشات تحميص. شوفوا بوريكم من جوا السوائل حدها بس الفضي، شايفين؟ وشوية بس نزل، ما في سوائل كتير، ما في لغمطة تحت. وهذا زي ما قلت لكم اتشال. شلناه. أطعم تتبيلة شيش طاووق ممكن تذوقوها، أنا متأكدة راح تدعوني. مع شواية هوم إليك، لذيذة طرية مستوية تجنن. شوفوا جمالها.